في الفيديو ده هقولك ان انت ازاي تقدر تحول صورتك لفيديو باستخدام فيو 3 اللي هو جوجل فيو 3 اللي هي الاداة الجديدة اللي بتقدر تعمل عليها فيديوهات واقعية جدا بالصوت وفيديوهات سينمائية حرفيا اللي جوجل اطلقتها واتكلمت عنها. في اداة اخرى اطلقوها مع الفيو 3 وهو اسمه فلو، اللي انت بتقدر تعدل على الفيديو وتخليه يعني مخصص اكتر، واللي انت كمان تقدر تحط عليه صورتك وتخلي جوجل يرسم فيديو بناء على ملامح وشك، وده اللي النهارده ان شاء الله هتكلم عنه. وقبل ما اخش في الموضوع حابب اقول لكم كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم، واتمنى الله يتقبل صيامكم صالح اعمالكم وتكونوا بالفعل سعداء دايما ان شاء الله دائما وابدا، وكل سنه وانتم طيبين. وكمان باذن الله الفتره الجايه هنزل فيديوهات، مش الفتره بقى يعني باذن الله كل يوم فيديو 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 كده، عشان ايه الحق اغطي الحاجات اللي نزلت فتره العيد. فيلا بينا بقى دلوقتي للشرح. طبعا هسيب لكم انا الرابط تحت موجود في الوصف، اول لما تروح عليه طبعا هيكون ده شكله زي ما انت شايف. طبعا انا دلوقتي فتحت الحساب اللي انا فتحته في الشرح اللي فات، اللي انا اتكلمت عن ان انت ازاي تقدر تاخد لمده سنه مجانا، تمام، اللي هو حساب طلاب من جوجل، واللي بيديك بالفعل امكانيه ان انت تقدر تصنع فيديوهات براحتك. والخدمه الجديده اللي هي خدمه فلو، تمام، دي خدمه من جوجل بتقدر انت بالفعل تصمم فيديوهات واقعيه بناء على المشاهد اللي انت عايزها، بجانب برضو ان انت تقدر تحول صور لفيديوهات. وهسيب لك انا اللينك بتاعه تحت في الوصف. اول ما تخش عليه، تمام، ده هيكون شكله. هاجي هنا عندي على كرييت واتش اللي هو فلو، اول لما ادوس عليه هيظهر عندي بالشكل ده عشان اقدر ان انا بالفعل ايه يحمل معايا. طبعا هو الجميل فيه ان هو اصبح يدعم اللغه العربيه، ده حاجه جديده ما كانش موجود، كان فقط اللغه الانجليزيه. ده طبعا فيديو انا عملته زي ما انت شايف، الصوره دي اصلا معموله بالذكاء الاصطناعي، وانا هنا طبعا ايه طرت برضو بالذكاء الاصطناعي، طيرني من اللذين. طيب دلوقتي انا حابب اعمل مشروع جديد. طبعا هنا عندك بيقول لك تلفزيون او اللي هو البث المباشر للتلفزيون فلو، طبعا بيجيب لك هنا كل الفيديوهات اللي تم بالفعل صناعتها باستخدام اللي هو الذكاء الاصطناعي زي ما انت شايف. تقدر تخش وتشوف، عندك هنا طبعا بيجيب لك الستايلات وكل حاجه زي ما انت شايف. حقيقي ممتاز جدا وحقيقي عجبني جدا بامانه، يعني كميه الحاجات اللي هو بالفعل عملها كل دي فيديوهات بالذكاء الاصطناعي. اجي هنا عندي طبعا بقى اعمل مشروع جديد، ودلوقتي ابدا ان انا يعني عندك هنا بيقول لك حول، تمام، يعني تحويل النص الى فيديو، وتحويل الاطارات الى فيديو، واضافه مكونات للفيديو. وطبعا هنا بيقول لك يعني اضافه مكونات للفيديو، ان انا اقدر اضيف مثلا مكونات زي مثلا يعني حاجات زي مثلا المشاهد وصور اخرى والكلام ده كله. ولكن للاسف بما ان انا فقط برو، فهستخدم عندي تحويل الاطارات الى فيديو اللي هو صوره الى فيديو، تمام. هتلاقي عندك هنا طبعا بيقول لك اللي هو البدء وان انت تنهي، وعندك هنا طبعا بيقول لك اللي هو الحركه الخاصه بالكاميرا. طيب افتراضا هاجي انا اضيف صوره دلوقتي، يعني هضيف صوره ليا. طيب انا جبت الصوره دي عشان هي صوره عريضه، تمام، اقدر ان انا احولها لفيديو. فزي ما انت شايف هنا طبعا بيقول لي ان انا لو حابب اقص الصوره او اظبطها زي ما انا عايز، فعموما انا هخليها اعاده ضبط زي ما هي، وطبعا اقول له هنا اقتصاص الصوره وحفظها عشان انجز يعني في الفيديو والكلام ده. دلوقتي انا دلوقتي ضفت بالفعل الصوره، او الصوره اول لما ترفع هتضاف، او كمان تقدر ان انت تعمل صور باستخدام الاي اي او باستخدام الذكاء الاصطناعي. لو انت حبيت بالفعل يعني تبني صوره من الصفر، لو انت جيت هنا دوست عندك على انشاء صوره، تقدر تعمل صوره باستخدام الاي اي او الذكاء الاصطناعي. وطبعا هنا بتقدر تختار عدد المتطلبات زي ما انت شايف، مثلا شجره تفاح ولكن من الخيوط، زي ما انت شايف شجره تفاح من الخيوط لانها بنفس السرعه تقريبا. بس انا هنا محتاج صورتي، فدلوقتي انا حطيت عندي اللي هو الاطار الاول، اقدر احط اطار تاني عشان اتنقل ما بينهم، يعني مثلا يعني البدايه بتاعت الفريم كذا ونهايه الفريم كذا، بس انا حابب اخلي نهايه الفريم مفتوحه، فاقدر بكل بساطه اقول له انا عايز ايه هنا وهو يعمله لي. افتراضا اجعل، طبعا اقدر اخليها باللغه الانجليزيه. حلو قوي كده، نسخت النص، ودلوقتي اقوم رايح هنا عندي زي ما انت شايف وحاطط عندي بالفعل الايه الوصف اللي انا عايزه. هنا طبعا بيقول لي اختار اللي هو الحركه بتاعت الكاميرا. الحركه بتاعت الكاميرا انا عايزها ازاي، مثلا تحريك من الاسفل، تمام، يعني من الاعلى للاسفل وهكذا المشهد بتاع الكاميرا. وده الحلو فيه ان انا اقدر اتحكم في المشهد بتاع الكاميرا زي ما انت شايف، بس انا هخليه من غير مشاهد خالص. هنا عندي ان انا اقدر اختار الموديل، عندك هنا طبعا اللي هو الفيو 2 والفاست والمش عارف ايه، واللي هو الفيو طبعا عندك هنا اللي هو الفيو 3 فاست اللي هو تكست تو فيديو، وعندك هنا الكواليتي اللي هو الصوت. فانا هختار ده اخر واحد. طبعا بيقول لك يستهلك كل فيديو يتم انشاؤه 100 من رصيدك استنادا على الاعداداتك الحاليه. فانا هنا عندي الرصيد كام 960. لو انا جيت مثلا اخترت نقول يا سيدي ده هياخد كام، هياخد 10، فخلينا في ده لان انا مش حابب الكواليتي، هياخد مني كتير قوي الصراحه. فاقوم دلوقتي دايس، طبعا انا اخترت هنا عندي الفيو 3، ودلوقتي طبعا اقول له محتاج النتائج، لا مش محتاج النتائج، هو فيديو واحد حلو قوي. واروح دلوقتي طبعا مديله ايه، بيقول لك جاري نقلك الى نموذج متوافق مع هذه الميزه، يرجى ارسال الصوره اخرى لتاكيد او الاطلاع. طيب وبالفعل انا ايه ضفت اوكي مره تانية. هو للاسف خلاني فيو 2،
هاي المفروض ان انا استهلك او اخد اللي هو الخاص بالايه باللي هو الفيو تري حقيقي يعني اللي هو حوالي ال 100 كريدت. 100 كريدت ابن الذين هياخدهم مني كتير كتير والله. بس ماشي، هو دلوقتي خلص الفيديو، اقوم دلوقتي مشغله. تمام. خلاني بالفعل اسوق في شوارع نيويورك سيتي، اللي هو يعني اللي هو شارع نيويورك وعربيه باتمان بس من غير فوانيس ومن غير نمر وشكلها كوميدي قوي. بس هو المفروض ان هنا انا كنت طلبت منه ان هو بالفعل يخليني ان انا استخدم اللي هو الفيو تري، بس هنا طبعا بيقول لي تكست تو فيديو، فانا طبعا عشان اقدر احول تمام اللي هو الصوره لفيديو هياخد مني 100 الرصيد 100 بس. ماشي كل حاجه عشان خاطر عينكم. مره تانية هاخد نفس النص ودلوقتي هحوله عندي، وفي ده هي بقى ال 100 كريدت مش مهم، اهم حاجه انتم يا شباب. فطبعا دلوقتي اقوم جاي مشغل عندي طبعا بعد ما انا اخترت الاصدار زي ما انت شايف، اخترت الاصدار اللي هو التري، وطبعا هنا محتاج اخليه صوره واحده تمام او فيديو واحد عشان ما يستهلكش اكتر من كده، لان لو استهلكت صور اكتر او يعني كريدت اكتر من كده الكريدت كله هيروح تقريبا وهقعد شهر كامل من غير كريدت. هنا طبعا بيقول لي تعتذر عن انشاء الفيديو، معرفش ايه المشكله. مره تانية اعمل ريفرش يمكن يكون المشكله، بس اوعى تقول ان هو خصم، الحمد لله ما خصمش. مره تانية احط هنا عندي واقول له الصوره، اضيف صوره بدل يا سيدي مش هضيف الصوره دي، هضيف الصوره دي. ودلوقتي اقوم هنا رايح عندي مختار الاعدادات واختار هنا عندي الفيو واخليه هنا ناتج واحد فقط وابدا. يلا دلوقتي خلص، فتعال نشوف. طبعا هو شكله غريب شويه كانه طالع من تلفزيون قديم. طب انا فين؟ ما هذا يا جوجل؟ ايه شغل التيك توك ده؟ انت حطيت صورتي بس في البدايه كده مجرد بس ان انت بتحمسني وبعد كده بتقلبني ولا ايه؟ ايه ده يا جوجل بامانه؟ ايه ده يعني والله العظيم اخدوا 100 كريدت على الفاضي يا ولاد اللذينه. طيب خليني دلوقتي اعمل حاجه تانية، احط الصوره دي واحط صوره اخرى مثلا افتراضا، وانا افتراضا يا سيدي وانا نقول مثلا سوبرمان. تمام، دي صورة لا بأس بها. تعالى مثلا ناخدها ونحملها عندي، وطبعا هنا اكتب بقى الوصف اللي انا عايزه، وطبعا دلوقتي اقوم هنا ناسخ نفس ملامح الوجه. فدلوقتي اقوم هنا ناسخ عندي الصوره او ناسخ عندي النص وحطه هنا اهو، واختار هنا برضو عندي اللي هو الفيو تري واخلي الناتج واحد، ودلوقتي اعمل عندي ابدا وانتظر، واتمنى ان هو يطلع معايا بشكل مظبوط، لان اللي عمله جوجل الاول في الاصدار الثالث اللي هو الفيو تري تهريج الصراحه، ان هو جاب لي حد ما اعرفش ده ايه ده يعني خلاني اول ثانيه فقط. بعد كده بص والله العظيم لعب عيال، والله العظيم لعب عيال. ايه اللي جوجل عملته ده معايا انا ما اعرفش يعني يا راجل ده الاصدار الثاني كان انضف. بص الاصدار الثاني حافظ على ملامح وشي بالفعل في العربيه. انت فاهم قصدي؟ هو حافظ على ملامح وشي فعلا، يبقى ازاي عندي الاصدار الثاني انضف من الاصدار الثالث؟ انا ما اعرفش. دلوقتي طبعا اقدر هنا مثلا احمل عندي الفيديو لان دوست عندي على تحميل، اقدر احمل صور جي اي اف الحجم الاصلي والدقه المحسنه ان هو يحملها لي عندي فول اتش دي. فدي برضو نقطه اخرى لازم انت تكون عارفها لو انت هتستخدم عندك اللي هو فلو. دلوقتي عندي خلص الفيديو، اتمنى بالفعل يكون حاجه محترمه. يلا نبدا. يا عم ده الاصدار التاني انضف والله، ولا هو عمل على الاصدار التاني؟ هو في ايه ده اللي هو الفاستو؟ يعني انا مش فاهم. الاصدار التاني ده الاصدار التاني يعتبر، هنا عندي بيقول لي ده الاصدار التاني ده الاصدار التالت، وانا اخترت هنا عندي الاصدار التالت، فهو بيتنقل براحته. ايه الهبل ده؟ ايه الهبل ده والله؟ ايه الهبل ده حقيقي هبل يعني. بس عموما انت فهمت الفكره، تقدر انت تجربها. يعني الصراحه انا شايف اللي هو الاصدار الثالث يعني هو ان انت تصنع حاجه من الصفر كويس، بس مش نفس اللي سوقوا له خالص. جوجل حرفيا مش نفس اللي سوقت له خالص، اللي هو قال لك بالفعل اللي هو فولو تقدر تحط وتظبط وتعمل. لا مش هو خالص اللي بالفعل اللي تسوق له يعني، واللي بالفعل في ناس اتكلمت عنه. عموما انا هسيب لك رابط تحت في الوصف، وده كان مجرد تجربه. اتمنى تكون الفيديو مفيد جدا والفيديو ممتع بالنسبه لك، وان شاء الله في فيديو بكره هنزل حاجات تانية جديده جدا وحاجات تحديثات اخرى جديده للذكاء الاصطناعي. اشوفكم على خير بقى باذن الله فيديو جديد، ومع السلامه.